انا اصلا كنت بتاع بنات، ينفع ما اجاوبش؟ فقلت دي جايه منين دي؟ بس في بنات كتير حلوه، بس يا جدعان بقى يا جدعان ايه ده؟ اتعرفنا ازاي؟ لازم. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عرفنا عن نفسك اكتر. انا احمد سامي، ينفع ما اجاوبش؟ لا لا، الناس تعرف ازاي؟ طيب طيب انا احمد، عندي 27 سنه، ما سقطتش ولا سنه، خدت ابتدائي واعدادي والجامعه من غير ما اعيد ولا سنه، من غير ما اغش. شغال ايه؟ كنت مندوب في شركه توصيل. حلو جدا. اتعرفت انت وآية ازاي؟ والحب ده قعد قد ايه؟ يعني عايزين نفهم الناس اكتر. آية واحمد تعرفوا ازاي؟ بصي، هو احنا بقالنا 3 سنين تقريبا، او 3 سنين وشهور. اتعرفنا ازاي؟ لازم. شفتها قبل كده في فرح مع واحده صاحبتها دي صاحبتي في الجامعه، بس وانا حاولت اوصل لها ما كنتش عارف، لحد ما لقيت اكونت التيك توك بتاعها، دخلت انكش بقى بطريقتي. انا اصلا كنت بتاع بنات فسهله يعني. يعني انت بتعترف ان انت بتاع بنات؟ بس توب. يعني عندك خبرة؟ توب. المهم انها توب. طب اليوم ده بقى ايه اللي خلاك تتشد لآية؟ ايه الحاجة المميزة بقى فيها؟ يعني بغض النظر عن شكلها، هي حلوه، بس في بنات كتير حلوه، بس ايه اللي بقى شدني؟ كنت لسه اول يوم اكلمها، مش فاكر قلت لها حاجه، يعني حاجه بهزر معاها، راحت عامله لي مش بدل ما تعمل ايموشنات مثلا ضحك، عامله لي فقلت دي جايه منين دي؟ بس فحبيت اعرفها اكتر يعني. حبيت اعرف انت منين يعني، ليه؟ هو في لسه حد بيضحك كده؟ يعني دي اللي خلت الصراحه يعني شدتني اكتر ان انا اعرف بنات كتير بيور قصدك. ايه بس تعالي. انت منين؟ بما ان انتم على السوشيال ميديا معروفين الحمد لله. واحنا عارفين ان التيك توك دلوقتي هو كل حاجه. لو اتعرض عليك بقى في التيك توك انك تطلع انت وآية بمبلغ كبير، يعني هنقول ان مبلغ ما يترفضش، عشان تطلع لايف تعمل فيه حاجات معينه. حاجات معينه زي ايه؟ هو انا عموما ما بحبش اللايف، لا ما بحبش اللايف، تيجي واحده واحده وانا ما عنديش مشكله يعني. في حته اللايف دي سواء ايا كان المبلغ انا مش موافق، ما بحبش اطلع لايف خالص، بالذات معايا. يعني ممكن اطلع اهزر مع واحد صاحبي مثلا، نبقى بنضحك بنهزر، انما انا اطلع معاه لا. ايه رايك في اللي بيطلع لايفات؟ مش عايزين نخبط في حد، بس بنتكلم مش مع الموضوع، لا ما بحبوش. حتى لو طالع بمحتوى كويس. لو طلع بمحتوى كويس زي ايه؟ ما شفتش حد في لايف بيكمل في محتوى كويس. وما انت بتشوف كل دلوقتي اللي طالعين بيعملوا ايه؟ هو طالعين عايزين فلوس، يعني عايزين فلوس باي طريقه، سواء بقى الطريقه دي صح غلط، واللي ماشي بطريقه صح في الاول الفلوس بتقل، بيتبص تلاقيه بيعمل حاجات غلط اكتر بعدها، فبرضه الموضوع بيشد. ايه، تشتغل عادي جدا ويبقى ليها مستقبل وليها هدف معين، ولا انت من انصار ان لا بنتجوز وبنقعد في البيت؟ لو نتجوز ونقعد في البيت دي مش حاببها قوي، في نفس الوقت بحيث تبقى بالعقل، يعني تشتغل بالعقل، شغل ما ياخدهاش من بيتها، انما انا مش مع ان انا اهدها مثلا وان انا اخليها قاعده في البيت على طول. يعني انت ما عندكش مشكله ان لا، هي تطلع تشتغل؟ ما عنديش مشكله مع الشغل، على حسب الشغل ايه. لو سافرت انت وآية في مكان معين، بلد غير مصريه، اجنبيه، واتعرض عليها ان هي يعني تتخلى عن الحاجات بتاعها، قصه احنا بنشوفها دي، بس بره مصر بقى وانتوا بعيد عن اهاليكم وهتبقى في ليفل تاني، انا مش هرضى ده اولا، ثانيا هي مش هتعمل كده، هي مش هتوافق. حتى لو انت وافقت؟ لا، هي مش هتوافق. وفيها ايه لو سافرت بلد لوحدك من غير آية؟ فايش عادي. سافر؟ عادي سافر. عادي والله. وفيها ايه لو اتعرض عليك انك تسافر بعقد طويل شويه 10 سنين مثلا، بس هما شرطين، شرط معين انك هتروح البلد دي، هيبقى معاك آية وكل حاجه، بس هيبقى في جواز تاني. جواز تاني؟ لا بس طبعا. مبلغ كبير. ممكن جواز سفر ماشي، انما جواز لا. بس لا. ما هي معايا دي اصلا لو لوحدي ممكن، انما هي معايا دي هتعمل لي، هتقتلني انا وهي. ايه اللي انت عملته عشان تبقى فاتح بيت وخدت الخطوه دي؟ هو انا من وانا صغير اصلا طول عمري بشتغل، بس انا طول عمري يعني كنت بشتغل مش بحوش، بشتغل واخرج. الصراحه جت آية هي اللي خلتني ان انا اعمل كل ده، اشتغل واحوش، اشتغل وافكر، اشتغل وافكر هجيب تاني ازاي، اشتغل وازود ازاي، لحد ما وصلت اللي انا فيه ده. انت بتصور معايا دلوقتي وانت مش لابس الدبله. لو حلفت لك بايه ان الدبله فعلا صباعي تخن عليها، انا 15 يوم باكل. والله 15 يوم باكل مش داخله في صباعي. وآية خرجتك كده ازاي؟ ما انا على طول معايا، ما بنزلش والله من غيرها. يعني والله ما بنزل. يعني انا بنزل من غيرك يا جدعان بقى، يا جدعان ايه ده؟ لا انت نزلت من غيري. لا ما نزلتش من غيرك. فين الدبله؟ مالناش دعوه. انت نزلت من غير الدبله؟ في حد يجي يصور برنامج من غير ما يكون لابس الدبله؟ الناس كلها عارفه ان هي مراتي، خلاص الموضوع منتهي. افرض خرجت في السوبر ماركت دلوقتي نعمل ايه؟ السوبر ماركت فيه رجاله، ما تقلقيش بقى. طب يا احمد بص، في كارت في ايدك، الكارت ده فيه اسئله سريعه، هنقول اجابه واحده بس.
اجاوب. يلا. فلوس ولا شهرة؟ فلوس. تيك توك ولا انستجرام؟ لا انستجرام. خروج ولا بيت؟ هو انا كنت الاول قبل الجواز كان الخروج، دلوقتي البيت. شغل كتير ولا على القد؟ على القد، مش قادر والله. النجاح السريع ولا البطيء؟ لا النجاح البطيء. السريع بيروح، يعني اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة الصراحة. اسود ولا ابيض؟ لا اسود، الابيض بيصفر مع الوقت. صيف ولا شتاء؟ شتاء. وفي نصيحة عايز اقولها يعني اتفضل يا استاذ احمد. للناس اللي لسه هتتجوز او الناس اللي داخلة على جواز. اتفضل. بقالك 5 شهور ما هتنسى. لو رايحين حتة ما دي بقى النصيحة اللي لازم يعملوا بيها عشان دي حقيقية. قول. لو رايحين حتة وهتلبسوا مع بعض، يعني حاول تبتدي تلبس لما هي تخلص، لما تلاقي تلبس الشوز كده قوم البس. الموضوع فيه ساعتين، انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. طب حلو والله النصيحة دي. كده الأسئلة خلصت، وعايزة أقول لك إن أنا يعني اتشرفت جدا إن أنت كنتوا معايا، وإن أنا أول حد أعمل معاكم لقاء بعد الجواز. شرفتني يا أحمد.